ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هتكلم في الفيديو ده على موضوع مهم يشغل ناس كتير في الفترة دي، وهو زيادة أسعار البنزين. كلنا عارفين إن أسعار البنزين عندنا في مصر بتتحرك كل 3 شهور، ودلوقتي احنا في شهر واحد، في انتظار قرار الدولة بزيادة أسعار البنزين أو تثبيتها. شفنا أسعار كتير على النت وشفنا كلام ناس كتير. للأسف كلام متضارب جدا، يعني في ناس يقولك سعر البنزين هيوصل 30 جنيه اللتر و20 جنيه اللتر وحاجات زي كده. في الفيديو ده هنتكلم في الموضوع ده وهنشوف الكلام ده يعني ليه اساس من الصحة ولا لا، وبرضه هنشوف توقع الاسعار البنزين الفترة الجاية هتبقى عامل ازاي. لازم نعرف الاول ان سعر البنزين بره مصر بيعمل في حدود دولار 29 سنت، يعني تقريبا لتر البنزين بيعمل في حدود 40 جنيه. ده السعر متوسط السعر لتر البنزين على مستوى العالم. خام البرنت اتحرك. طبعا احنا التسعير بتاعنا بيتحرك كل 3 شهور، ففي 30 9 اللي فات خام البرنت كان عامل 88 دولار. خام البرنت ده اللي هو المادة الخام اللي بيستخرج منها مشتقات البترول. خام البرنت دلوقتي عامل 84 دولار، يعني نزل تقريبا 4 دولار. بس في حاجة حصلت، ان سعر الدولار كان عامل في يوم 30 9 اللي هو الفترة اللي فاتت لما الدولة قررت تثبيت سعر البترول، كان عامل 19 جنيه 57 قرش. النهارده عامل 29 جنيه و50 قرش، يعني في تقريبا 10 جنيه فرق بالنسبة لسعر الدولار. وكمان في عندنا توجيهات من صندوق النقد الدولي، ان احنا نحرر سعر البنزين ونوجه الدعم بتاعنا للدولار. طيب دلوقتي يعني ايه اللي هيحصل؟ لتر البنزين هيتحرر خالص، هيوصل سعره ل 40 جنيه و30 جنيه و20 جنيه زي ما الناس دي ما بتقول؟ لا، في حاجه الناس مش واخده بالها منها، ان عندنا القانون في مصر بيقول ان سعر البنزين بيتحرك كل 3 شهور، سواء بالتثبيت او بالزياده بحد اقصى 10%، او بان احنا بنقلل السعر بحد اقصى 10%، يعني بحد اقصى 10% صعود او هبوط. طيب يعني الكلام ده، يعني دلوقتي سعر البنزين لتر 80 مثلا عامل 8 جنيه، تمام؟ لو هيتحرك بحد اقصى الزياده اللي هي ال 10%، المفروض يعمل 8 جنيه و80 قرش، فالمتوقع ان يوصل 8 جنيه ونص. بنزين 92 عامل 9 جنيه وربع، متوقع ان يوصل ثمنه ل 10 جنيه او 9 جنيه 75، او دولة قررت تثبت الاسعار. بس موضوع تثبيت الاسعار ده مستبعد شويه. بنزين 95 احنا بنتكلم في 10 جنيه 75 قرش، متوقع ان يوصل ثمنه 11 جنيه وربع او 11 جنيه ونص. والدولة طبعا ممكن تثبت سعر السولار عشان خاطر توجه الدعم للسولار، عشان ما حركة النقل وكده وما يحصلش زيادة في الأسعار. عشان طبعا عارفين كلنا إن السولار بالذات أول ما بيزيد تقريبا المنتجات كلها بتزيد عشان خاطر تكلفة النقل بتاعنا. فممكن الدعم والأسعار اللي هتروح من البنزين دي كلها تروح في السولار، والدولة تثبت سعر السولار. معنى كده إن احنا مستنيين زيادة أو حركة بحد أقصى 75 قرش لكل منتج، سواء أنت بتستخدمه، سواء بنزين 92 أو بنزين 95. فيا ريت ما يسمعش الكلام اللي بيقول ان لتر البنزين هيوصل 15 جنيه و20 جنيه، عشان خاطر ده ملوش دعوه بالقانون خالص. يعني القانون بيتكلم ان حد اقصى 10% صعود او هبوط. وبس، ده كان كل حاجه في الفيديو. انا قلت اديكم بس فكره عن موضوع البنزين ده، ونفكر مع بعض نشوف هيروح فين الفتره اللي جايه. ودينا قاعدين مستنيين نشوف ان شاء الله هيتحرك ازاي. واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. كان معاكم مؤمن سعيد، سلام.